من الديون اللي ما يفضل إنك تدخلي فيها أبداً إعانة الظالم. دائماً نسمع من أعان ظالماً سلط عليه. معاونتك للناس الظالمة، يعني لما تجلسي مع أحد ويتكلم عن شخص تاني ممكن أنت ما تعرفيه ويتكلم عنه بالسوء وأنت تعاونيه، أو لما تحصل مشكلة بين طرفين وتمسكي في طرف واحد وتدعميه للأخير وأنت ما تعرفي عن حقيقة هذا الشخص، أو لما تدخلي في عائلة وتلاقي شخص منبوذ وتكرهيه وتنبذيه وإنت ما تعرفي عنه أي شيء. معاونتك للناس الظالمة رح تخليك تمر بنفس الظلم. الظلم هو من الديون اللي ما رح تمر من الدنيا إلا وإنت دافعة هذا الدين. فلا تصدقي كل الأشياء اللي تسمعيها، ولا تصدقي كل القصص اللي بتنطرح قدامك، ولا تمسكي مع أي طرف، ولا تكرهي أحد عشان أي أحد. يا مساء الفل عليكم او صباح الفل على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى نعمل مع بعض فيديو بسيط جدا. اول حاجه كنا هنعمل بسكوت انا وسليم. ده كان يوم الخميس بالليل، الساعه كانت تقريبا 2. سليم كان عايز ياكل حاجه حلوه، فقلنا ايه، لان المقادير عندنا، قلنا نعمل بسكويت اللي هو ال10 دقايق ده. فدخلنا بقى، نضفنا الرخامه الاول، نضفت الصفايه ورجعت كل حاجه مكانها في المواعين وكده المغسوله ومتصفيه، وظبطت الرخامه ونضفتها. وهنعمل بقى مع بعض البسكوت. وفي اخر الفيديو هعمل لكم ريفيو عن محل في التميهي. المحل ده بيبيع كل حاجه جمله، حاجته تحفه، عنده كل حاجه من A to Z. حاجه الاعياد الميلاد، حاجه السبوع، وكل حاجه جمله. لو بتجيبي الحاجه من بره ب20 هتجيبيها من عنده ب10. انا صورت لكم كل حاجه هناك، بس مش كله بالاسعار بصراحه. صورت لكم المحل والعنوان وازاي تروحوه كل حاجه. جهزت بقى معاكم الحاجه اهو عشان نعمل البسكوت. كملي بقى الفيديو للاخر عشان تشوفي الريفيو اللي انا عاملاه لكم. ان شاء الله تدعوا لي. كل ما بلاقي مكان كويس او حاجه فيها عروض او كده بجيبها لكم عشان تبقوا عارفين. انا خلاص حضرت المقادير. نص كوبايه زيت، ونص كوبايه سكر بودر. انا كملت على السكر بودر اللي عندي شويه سكر ابيض، وبيضايه، وفانيليا، وكوب ونص دقيق، ورشه ملح، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. وانا بضيف من عندي شويه جوز هند، بيخليه مقرمش وبيخليه طعمه حلو قوي وريحته فظيعه. احط بقى البيضايه الاول، واحط فوقها الماده الدهنيه. نص كوبايه سمنه على زيت، او زبده على زيت، او زبده بس، او سمنه بس. انا حطيت سمنه على زيت. وحطيت السكر وجوز الهند. هقلبهم بقى لحد ما احس ان السكر خلاص باش. وبعد كده هنزل بالمواد الجافه. قلت ازود كمان شويه جوز هند لانها باشت فيه. هنزل بقى بالدقيق، كوبايه ونص دقيق. هنخلها طبعا بالصفايه، بالمصفى بتاعه العصير. كده عملت كوبايه، هنزل بيها واكمل بقى نص كوبايه كمان. عايزه اقول لكم ان هو حلو جدا ومبياخدش وقت خالص، مبياخدش ربع ساعه او 10 دقايق بالكتير. حطيت بقى معلقه صغيره بيكنج باودر مش مليانه، ورشه ملح. هقلب بقى كله في بعضه. هو خلاص بقى عجينه، فشلت المضرب. هجيب بقى الاسباتيولا وهلمه بقى ايه، هلم العجينه كده من الجناب. سليم بقى كان عايز نصه بكاكاو ونصه عادي، وما كانش عندي غير شويه كاكاو صغيرين خالص فحطيتهم. يعني طلع لونه بيج، مش بيج بقى اللي هو ايه، هافان كده. قسمت بقى العجينه. هنعمل النص عادي، والنص بقى بكاكاو. عايزه اجيب فرشه سيليكون لان بتاعتنا اتكسرت، وكل ما افتكر اجيب واحده بنسى. دهنت بقى الصينيه سمنه، دهنه بسيطه كده. وهنكوره بقى انا وسليم، وبسيب مسافه بين كل واحده والتانية عشان هو بينفش. البيكنج باودر بيخليه بينفش. سليم طبعا واخد راحته جدا وقاعد على الرخامه وبيساعدني. بحس ان انا لما بعمل حاجه لوحدي بعملها اسرع وبنجزها، بس هعمل ايه، ما بحبش ازعله. عملنا بقى نص العجينه زي ما قلت لكم كده ساده، والنص التاني هفرغ عليه شويه الكاكاو اللي موجودين. عايزاكم تجربوه تقولي رايكم، بجد هتدمنوه.
تحفه، بيبقى هش كده وبيقرمش وجميل. انا كنت بعمله له على طول في اللانش بوكس وما عملتوش من زمان. انا كنت عامله فيديو هنا على القناه طريقه العمل بتاعه البسكوت ده، يعني كلها، يعني الفيديو كله بسكوت بس ما كانش فيه حاجه تانية. بصي بقى، بعد ما تخلصي بتضغطيها كده بالمعلقه، وممكن بقى تشكليها زي ما انت عايزه. ممكن تعمليها بشوكه، ممكن تعمليها بحرف معلقه، بغطا ازازه، ايا يكن بالطريقه اللي انت عايزاها. خلاص بقى، دي بقى نص العجينه. هحط عليها شويه الكاكاو اللي عندي، كاكاو خام. الكاكاو ده مش اسباني ومش دارك، عشان كده ما اثرش. لو كاكاو دارك كان يدوب نص معلقه صغيره وهتخليه غامق خالص. قلبته بقى في بعضه، طلع بقى لونه هافون. هنكمل بقى بنفس الطريقه. طبعا انا مولعه الفرن يسخن قبل ما ابدا اصلا. كده خلاص. هي الصينيه دي اصلا صغيره وما بتاخدش كتير، عشان ما بلزقوش في بعض، عشان بينفش. بس فجبت دي بقى كمان، حطيت فيها تقريبا كانوا 5 اللي متبقيين، حطيتهم فيها. دخلت بقى التاني الفرن على ما عملت ده. خلصنا. عملنا بقى بالمعلقه اهو زي ما انتم شايفين، وبالشوكه. ندخلهم بقى الفرن وننضف بقى مكاننا ونلم الدنيا ونرجع كل حاجه مكانها. انا دايما بستعمل كيك شيف، ما بستعملش بيكنج باودر خالص. كيك شيف احلى، ولو في كيكه بيخليها تنفش جامد. انا بقى كنت خلاص حطيتهم في الفرن، وجهزت اللانش بوكس اللي بنحط فيه دايما ده. سليم جاب لي ورقتين حطيتهم عشان لو البسكوت يعني ما يبقاش سخن وينزل على البلاستيك وكده. وكنت هعمل بقى ايس كوفي، عملته في فيديو تاني هبقى اوريه لكم. ودي كانت فطيره كنت جايباها لسليم، عايزها بجبنه. حضرت بقى المج بتاعي، ونعمل بقى الايس كوفي على ما البسكوت يخلص. فتحت له الفطيره وحشيتها له جبنه، طعمها حلو قوي. بس كده. شوف بقى البسكوت. هنا كان خلاص البسكوت خلص، ومبولعش عليه شوايه ولا اي حاجه، هو بيحمر لوحده. هو بيطلع من الفرن كده بيبقى فاتح، وتحسيه طري. اول ما بتسيبيه 3 دقايق كده خلاص بيقرمش بقى وبيمسك نفسه، بيبرد. لما بيبرد يعني. هنا كان خلاص برد. ف بوريكم بقى، بصوا القرمشه. هبتدي بقى اشيله من الصينيه واحطه في اللانش بوكس ده. ده اللي بكاكاو. بس كده. ومعانا احلى بسكويتس. حبايب قلبي اللي وحشوني جدا جدا، النهارده هعمل لكم ريفيو عن محل في التوميهي بيبيع حاجات سبوع وعياد ميلاد وكده، اسمه مملكه السبوع. بصوا وانتوا جايين من التوميهي كده، الشارع اللي هو بتاع العباسي ده، شارع التوميهي، بتيجوا كده عادي تحودوا بقى يمين. انا بقى في اليمين ده، في اليمين اهو. هنا قصاده عمرو الحداد، عند مقلة التوميهي هناك اهي. ماشي. المحل بقى هنا. تعالوا بقى نشوف. بصوا بيبيع الحاجات بتاعه السبوع واعياد الميلاد. هو تقريبا بيبيع بالجمله، لسه ما دخلتش. بصوا كل حاجه،
والنمبرز بتاعت التورته والاعياد الميلاد وكده، وثبت السبوع وثبت البيبي. دي حاجة السبوع اهي، بناتي بقى وولادي كل حاجة، واكياس البلالين. طبعا الحاجات دي كلها جملة، هسأل على الاسعار واقول لكم، وشوكولاتات، كل حاجة كل حاجة. بصوا الاشكال اهي، حاجات حلوة اوي. بصوا دي حلوة اوي، دي بناتي ودي ولادي. بصوا الاطباق دي عشان لما تعملوا اعياد ميلاد، ودي بالونات. بصوا كيس البالونات ده ب5 جنيه. عايزه اخد واحد لسليم، بس انا مش عارفه اخد لون ايه. بفكر اخد اللون ده ولا اخد كيس فيه كام لون. انا خدت له ده فيه كذا لون ومشكل في كل الالوان. دي النمبر ده اهي، لما يجي بقى العيد ميلاد بتاع سليم ابقى اخد من هنا. انا عايزه اوريكم الحاجات بتاعت الصباع القمر، كل حاجه هنا جمله واسعاره تحفه. احنا اصلا داخلين بالصدفه. هابي بيرثدي. ودي بتاعت السبوع حلوه قوي قوي قوي. دي تقريبا سبح على ما اظن يعني، بس دي حلوه قوي. عايزه اجيب واحده منها. عايزه اوريكم دي مختلفه عن اللي احنا بنجيبها كل سنه. دي خشب وعليها تاج، حاساها احلى. ودي طبعا دي مش شمعه، دي بس اللي شمعه مش بتتولع. احنا بقالنا اصلا كذا سنه بنجيب دي اللي هي البامب دي، برضو مش بتولع. سيفن بقى عشان ايه، خلاص ما عادش غير شهرين. في دبل فيس، في كذا نوع، في اطباق، في ستاره، في كل حاجه. في اسمه جليتر، شمع صغنن، كل حاجه. انا عجباني القمر دي قوي، عامله زي الحصاله. تعالى اوريكم الشوكولاتات عشان دي اكتر حاجه بحبها. ده اللي بيبقى في الصباع، انا مش بحبه عشان بيبقى جامد. انا بعشق الشوكولاته دي، بعشقها. ودي 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 والبينك كمان. الله، ممكن تسيبوني هنا، وبعشق دي قوي. وبعشق دي بيبقى فيها 2، وسليم ابني بيعشقها. بصوا المحل اهو، زي ما قلت لكم بيبيع كل حاجه جمله. بصوا 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 كميه الحاجه اللي هنا. غيرتها وجبت الرقم ده، مش عارفه هي ليه مغمقه هنا، بس هي حلوه.